الزمالك هيلعب ماتش النهارده عجيب جدا. ما تقدرش تقول هو ماتش سهل ولا ماتش صعب. يعني لو بصيت من حيث الامكانيات والتاريخ والباع الطويل في افريقيا، لا يبقى في صالح الزمالك، وممكن تقول انه ماتش سهل جدا والزمالك يفوز بمنتهى السهوله ويفوز سكور كمان. طب لو بصيت من حيث ظروف الماتش، لا ده يبقى ماتش صعب جدا. الزمالك كان بيلعب من يومين ماتش قوي جدا، وبعديها سافر رحلة طيران طويلة جدا، وهيلعب الساعة 3 العصر في عز الصيام، فوارد ان الزمالك يتغلب. فما تفهمش سبحان الله، يعني انا واحد من الناس مش قادر اتوقع الزمالك هيكسب ولا هيخسر. بس في كلا الحالتين اتمنى من جمهور الزمالك الهدوء. كسبنا ما نقعدش نطبل وننفخ في اللعيبه زي ما حصل في ماتش بيراميدز، والنتيجه بانت بعدها في ماتش الاتحاد وفي ماتش انبي، وانا حذرت من الكلام دوت. خسرنا لا قدر الله، ما نقطعش في اللعيبه وفي الجهاز الفني ونهاجمهم، لانهم داخلين على معجنه حرفيا. عندك 6 ماتشات ضرب نار في الدور الثاني هيتحدد على اساسهم بطل الدوري. فكسبنا خير وبركه، خسرنا هنعوض هنا ان شاء الله ومش حوار. فيا رب بس نفهم ان الفتره دي فتره صعبه جدا، لازم كلنا نبقى هاديين عشان نعرف نكمل للاخر.